السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا رجعت لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش في البداية نصلي على النبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. عيش الصاج، عيش حاجة تحفة كده، مش عايزين فيه اي فرن، مش عايزين فيه اي مكونات غريبة او اي مكونات غريبة علينا ما نعرفهاش. حاجة تحفة كده. العيش كله ما شاء الله بيتفتح معايا وبيتقسم اتنين، للسندوتشات للحواشي لكل حاجة. هنا اول حاجه معايا كيس خميره، حط رشه ملح، معلقه سكر، نص كوبايه ميه دافيه علشان السخنه او البارده بتموت الخميره دافيه، واغطي عليها واسيبها عشان تتفاعل. معايا هنا 3 كوبايات دقيق بنخلهم كويس جدا عشان اضمن ان العيش دخل فيه هوا، معالي رشه ملح. هنا الخميره بتاعتي ما شاء الله تضاعفت واتفعلت معايا، ده اختبار للخميره للناس اللي ما بتبقاش واثقه في الخميره. معايا هنا 3 معالق لبن باودر، لتعزيز الطعم والقيمه الغذائيه. لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكلة، احنا بنعزز طعم بس. بعد كده بقلبهم كويس جدا مع بعض. عندي هنا معلقتين زيت، اي زيت متاح عندك، عباد شمس، ذرة، اي زيتون لو بتحبيه، مفيش اي مشكلة. وبقلبهم كويس جدا. عندي هنا كوباية حليب سايباها على جنب علشان اعجن بها تدريجي بعد ما اضيف كل مكوناتي. بضيفها تدريجي مش بضيفها كلها علشان العجينة بتاعتي ما تبقاش طرية معايا. هنا خلاص انا وصلت القوام اللي انا عايزاه، باخدها بعجنها لحد ما بتصبح معايا عجينة ناعمة وطرية وحلوة جدا، لينة معايا مش طرية جدا. بغطيها بستريتش فوطة، اي حاجة متوفرة عندك، حتة قماشة، فوطة، ستريتش، اي حاجة. هنا ما شاء الله خمرت معايا كويس جدا، مبقتش عايزة اسيبها اكتر من كده خلاص. التلات كوبايات دول عملوا معايا 7 كرات من العيش. لو عايزة الكورة حجمها اصغر براحتك، دي حاجة ترجعلك، بس انا حبيت اعمله يعني حجم كبير علشان اتاكد ان هو هينفخ معايا وهيبقى كويس. هنا خلاص بفرده، السمك بتاعه مش كبير، بريحه بعد ما بفرده مش اقل من نص ساعة. هنا بدأت اسخن الصاج بتاعي او الطاسة بتاعتي او القلاية بتاعتي اللي هعمل فيها، وببدأ اقلبه على الاتجاه لحد ما ياخد لون. اول ما يبدأ ينفخ معايا بسيبه خلاص، ما بحركوش علشان ما يهويش مني. نفس الفكرة ببدأ اقلبه وبديله لون على الاتجاهين لحد ما يبدأ ينفخ معايا، وبسيبه. حاجة تحفة جدا، مبتاخدش وقت، وحاجة مضمونة في البيت. يعني الاسعار بره خلاص يعني بقت الله المستعان في العيش، فانتي حاجة مضمونة جدا. لو كل يوم الصبح هتعملي لك كوبايتين او 3 دقيق هتبقى كويسة جدا. ما تنسيش لو وصلت لحد هنا وكملتي معايا الفيديو اللايك والاشتراك. يعني حاجة في منتهى الجمال، مش هنحتاج حاجة عيش تاني من بره. ويعني لو حسبنا المكونات بتاعته مش هتجيب ربع تمن من بره، وحاجة مضمونة في البيت وحاجة نظيفة جدا. مفيش احلى من كده. مفيش رغيف معايا ما بيتفتحش وما بيتقسمش اتنين، تعملي بيه كل الحاجات والاشكال. وما تنسوش تستنوني في الوصفة الجاية ان شاء الله، واشوفكم في رعاية الله.